اللي ضيع الدول والمجتمعات 3 حاجات. بقول لك سيب مشاكلك واسمعني كويس، اسمعني كويس واحفظ. اللي بيضيع البيوت والدول والمجتمعات 3 حاجات. اول حاجة الانانية، كل واحد بيقول انا. الله هقول لكم ايه بس، اللي يقول انا يوجع في الجنة. في 3 كلمات يودوا الواحد في داهية. كلمة انا قالها ابليس فطرد من رحمة الله. كلمة لي قالها فرعون فاغرقه الله، اليس لي ملك مصر. كلمة عندي قالها قارون فخسفنا به وبداره الارض. عشان قال اوتيته على علم عندي. يا سلام، الانانية. تصور بيت واحد بيقول انا، يا ابن اخواتك يقول اهم حاجة انا. شارع واحد بيقول انا. مجتمع كل واحد بيقول انا. من هنا جات الانانية. لما قال انا خير منه قال له اخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين. يبقى كلمة انا تدمر المجتمعات. الكلمة الثانية لي قالها فرعون، أليس لي ملك مصر. يا سبحان، أنا لو عملت نسبة وتناسب في الهندسة، ملك مصر، هي مصر تيجي ايه يعني؟ يا أولادي يا أولادي، هي مصر اعمل لها نسبة وتناسب ولا حاجة ولا حاجة. ومع ذلك موسى قال له يا فرعون امرني الله ان اقول لك امن ولك ملكك. بص بص بص، هو ربنا عايز ملك. يقول لي الله اقول لك يا فرعون امن ولك ملكك. قال له ايه يعني؟ لو انا امنت مش قال له لا، ولا هنعذبك ولا هناخد الملك. قال له طب والله ده كويس، انظرني حتى استشير هامان وقارون. بلاوي يا اولادي. البطانة بتاعت السوق اللي بيلتفوا حوالين الناس المسؤولين. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء في افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. المدير يمسك يبقى كويس يتلم عليه العصابة. واحد مسؤول يمسك يتلم عليه العصابة. ولذلك الوزيرين بتوع النبي كان ابي بكر وعمر، انما الوزيرين بتوع فرعون كان هامان وقارون. يا حول الله يا ربي. موسى بيقول له امن ولك ملكك. قال له يعني لو انا امنت مش هتاخدوا الملك؟ قال له لا. فقال له انظرني. فجاء فرعون بهامان وقارون وقال له ما قال لي موسى ان الله وعدني انه لا ياخذ الملك مني، ما رايكما؟ تصور لو قالوا له موسى صادق. انما قال له بعد ان تكون ربا والناس يعبدونك تصبح عبدا لرب موسى. ربنا يحفظنا واياكم. بعد ان تكون، القرآن قال الكلام ده. القرآن الكلام ده قال في آية في سورة المؤمنون. قال بعد ان تكون ربا والناس يعبدونك الها تصبح عبدا تعبد رب موسى. قال الله في سورة المؤمنون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. الأنانية يا أولاد. نمرة 2 الهمجية، كل واحد يعمل اللي هو عاوزه.
يا ابني وسع السكة يقول لك انا كده، يا ابن الشارع مش يقول لك انا كده، انا كده، تصرفي كده. يا ابن الهمجية دي ربنا ما يحبهاش. نمرة 3 الاستبداد. النبي كان يوحى اليه ومع ذلك ربنا يقول له ما تاخدش رأي لوحدك، شاور الجماعة. النبي بيوحى اليه، ربنا قال له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. ازيك سيدنا عمر يستشير النبي والله النبي كان بيستشير النساء. انا دايما اقول الكلام مش من تحت العم ولا من جوه الجلابيه، لا. وكاد الاسلام يوما ان يقع لولا مشورة ام سلمة في السنة السادسة في صلح الحديبية. النبي دخل عليها غضبان قال لها هلك المسلمون يا ام سلمة، امرتهم فلم يطيعوني. قالت معذورون يا رسول الله، بيحبوك، تعاوزهم يخلعوا الاحرام وهم عاوزين يروحوا الكعبة، اقول لك تاخد مشورتي؟ قال لها ايوه. قالت له اخرج انت واخلع واذبح. شوف شو، انظر، ربنا يقول للنبي وشاورهم في الامر. ما خاب من استشار وما ندم من استخار. وعلى رأس هؤلاء سيدنا عمر. الله، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. يا سلام، شوف حافظ ابراهيم بيقول ايه على عمر، انظروا. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. لما استهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، هيا لبيت المال رديها. ها هي أخلاق عمر، ما بعد أخلاق النبي أخلاقا تحاكيها. الأنانية والهمجية تدمر المجتمعات، والاستبداد. انا اللي اقول انا صاحب الامر، انا ليه، انا يوجع في الجنة خلاص. فكل واحد فيكم يبقى يجيب ورقة وقلم عشان نعمل برنامج رمضاني. تسيب امورك سدى جهنم اعدالك، تسيب امورك عبثا ما ينفعش. لازم تخطط لحياتك، لازم تخطط لحياتك. ده اللي عاوز يشتري ثلاجة بيعمل لازم تخطط لحياتك.